طيب احنا لسه طبعا مكملين معاك، بس احنا معانا عاملين كده كليب كده صغير او تقرير صغير ليك، تيجي نشوفه؟ انتوا مظبطين النهارده على تعالوا نشوف. ما انت اللي هتحاسب في الاخر صح. المشاريب عندك. عليا سلام. العزيمة والإرادة أساس النجاح، شعار رفعه الفنان الشاب مينا عطا الملقب بقبطان القلوب خلال مسيرته الفنية. فبالرغم من صغر سنه إلا أنه استطاع أن يلفت الانتباه بأدائه وأن يخطف القلوب بصوته وفنه الراقي، حتى أطلق عليه قبطان القلوب. بدأ من الغناء في 9 من عمره، واكتشفه مدرس التربية الموسيقية ورشحه في حفلات المدرسة، وكان دائما ما يفوز بالمرتبة الأولى في الغناء، مما شجعه على تنمية موهبته. وظل مينا هكذا إلى أن تخرج من الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، وشعر أنه بحاجة لإظهار قدراته الغنائية والسعي وراء حلمه، حتى التحق ببرنامج اكتشاف المواهب الغنائية ستار أكاديمي، الذي كان نقطة تحول وانطلاقة في حياته ومسيرته الغنائية. وكان لديه سرعة في التعلم من أخطائه والاستجابة لتعليمات الأساتذة الكبار في عالم الغناء، وأشاد بموهبته وصوته الكثير من كبار الأسماء في عالم الفن، منهم الموزع هادي شرارة، والفنان محمد حمائي، والفنان حكيم، والفنان أحلام. وفي عام 2016 فاز مينا عطا بجائزة أفضل مطرب صاعد في الشرق الأوسط في استفتاء ميم أواردز، وما زال جمهوره ينتظر منه المزيد من النجاح في حياته الفنية. الله عليك. ده ايه الشغل العالي ده؟ هي مش بس بظبط، الشغل دي جامد. اقل حاجه عندنا على فكره، دي حاجات ده احلى بسيطه كافيه في كده. الدنيا والله يا جماعه. لا يا جماعه يعني بقى ادعي الناس، بقى ادعي الناس تيجي تقعد معانا. يلا هجيب اصحابي كلهم ونيجي نقعد معاك. يا ريت والله. يلا بينا. لا شفت جميل، انا انبسطت بجد. والفويس اوفر مرعب. يعني مرعب يعني بص قوي جدا. يعني ثورجي. لا بس والله العظيم بجد احنا فخورين بيك. ربنا يخليك. وصلت المكانه دي. عمرك الفني قد ايه بالظبط؟ كام سنه يعني؟ دلوقتي انا من 2015. 6 سنين؟ 6 بسم الله ما شاء الله، والله العظيم اللهم لا حسد. يعني في 6 سنين انت عملت انجاز ناس كتير قوي ما عملتوش يعني. الحمد لله. ودينا بنكافح. بس ايه حكايتك بس مع البنات بقى؟ يعني مش فاهم يا عم انت عايز النهارده عايز إيه تعمل مشكله؟ هو ناوي يعني انا جاي لك وناويها والله العظيم. يعني سمعته اللي سابقه يعني. انا فين البنات؟ بيحبوك يا عم البنات. وانا بحبهم جدا. حبايبنا واخواتنا والله. الفن مزجتي يعني. ايوه مزجتك مين يا عم؟ انا اختك ده انا اختك. طيب مينا، خليني ارجع تاني، وكان في تعامل او يعني تعاملت بقى مع فنانين كتير، يعني الفنان محمد حمائي، تامر حسني، كلمني عن التعامل معاهم والفنانين النجوم زي دول برضو. كنت في ستار اكاديمي في البرايمز، كل برايم بيجيبوا يا ستار بقى ميجا ستار يغني مع الطلاب وكده. فانا كنت خلاص بقى يعني كنت طلعت في السيمي فاينل وكل الطلاب رجعوا. كنت يعني اكيد برضو متضايق شويه، بس الحمد لله انا عارف ان الناس بتحكي لي اللي هم الكنترول ان الفيدباك في مصر حلو جدا، فكنت مبسوط برضو. بس في نفس الوقت برضو ايه يعني كنت يعني متضايق شويه. فما اتبسطت جدا بقى ان في الفاينل جابوا الفنان محمد حمائي وغنيت معاه اغنيتين وقال لي انت مكسر الدنيا في مصر والناس مستنيينك ولازم تكمل واعمل وما تكسلش وشد حيلك. كنت الكلام ده كله اداني موتيفيشن ان انا افضل شغال يعني بصراحه. لا هو بصراحه حمائي بني ادم جميل جدا بصراحه. انا بامانه والله العظيم مش نفاق، حمائي وتامر الاثنين يستحقوا النجوميه، لان هم ناس فعلا ناس محترمه جدا وتعبوا بصرف النظر ان هم تعبوا طبعا وفضلوا محافظين على مكانتهم، بس هم بني ادمين كويس. تامر حسني ده بقى بيحبوا النجاح للناس. تامر حسني في حته ثانيه، ده في حته ثانيه لوحده والله العظيم. اطيب شخص ممكن تتعامل معاه جدا، اكتر حد ممكن تلاقيه في المواقف الصعبه ليك واقف في ظهرك وما يسيبكش. جدع جدا. وفي الشغل بقى اللي يقول لك اصل تامر ومش تامر، والله العظيم انا اكيد بتامر بني ادم جميل جدا. انا اشتغلت معاه في مسلسل ادم، والله العظيم بجد بنساعد بعض ان احنا كلنا لسه بنبدا. هو بيحب يساعد الدنيا كلها، وده سمات النجم الناجح الواثق من نفسه. ده حقيقي. وحمائي كذلك بصراحه. ده حقيقي. بوجه لتامر حسني تحيه برضه. والله كلنا بنوجه لتامر حسني طبعا. تامر حسني جابنا كلنا، انا وشاهين وهايدي وشيرين ورنا. لا هايدي ما كانتش معايا ماشي. وطلعنا معاه في حفله في مارينا، غنينا عمري ابتدى معاه. الله. كنا لسه خارجين مثلا بقى لنا سنه او حاجه، فكلمني لقيته بيكلمني الصبح. يعني مثلا اغنيه انا الصاحب دي لقيته باعت لي واتساب. كنت انا في لبنان عشان اغنيها تاني في الموسم اللي بعدينا. لقيته باعت لي واتساب انا وشاهين، الله عليكم الاغنيه حلوه قوي، شد حيلكم يا رجاله وبرافو عليكم وشرفتونا وعملتوا. ده تامر حسني.
تامر حسني. بعد كده خدنا في مارينا، رحنا غنينا معاه في حفله لايف في اغنيه عمري ابتدى معاه. ايوه. فقمه في الانسانيه، يعني فنان بس انسان قوي بجد. يا ابني هي دي نجوميه، ان انت تبقى انسان قد ايه واثق من نفسك، وان انت واثق من نفسك، فاي حد هيطلع مش هيأثر عليك برضو يعني. لا هو كمان بيساعد النجوم اللي لسه طالعه بالظبط، ما هي دي بيقف معاهم، ما فيش بقى حته اللي هو ايه نفسنا او لا انا النجم الاوحد، لا ما عندوش بامانه. طيب تلاقي الحاجات دي من ناس انصاف بقى يعني انصاف مواهب والله تطلع كتير. أيوة زي مين كده؟ قول انت يا اخويا. ايوه انا قول انت في الكافيه.